لو انت مصاب بالسكر من النوع الاول فالحاجات دي هتساعدك بعد توفيق ربنا اكيد ان انت تصوم في رمضان. اول حاجة ان انت تكون قبل ما تنام مثلا بعد وجبة السحور تكون مظبط مستوى السكر في الدم بس يكون عالي حاجة بسيطة. وتاني حاجة حاول تظبط جرعة طويل المفعول وان انت تاخدها في ميعاد مظبوط وده دكتورك اللي يقولهولك وجرعة مظبوطة علشان ما يحصلش انخفاضات ولا حتى ارتفاعات. تالت حاجة خلي بالك من حركتك في الصيام، حاول انك ما تتحركش كتير علشان ما يحصلش اي انخفاض. طب ايه اللي يحصل لو انت صحيت من النوم لقيت سكرك مرتفع مثلا واصل ل 220؟ انا عن نفسي سكري صحيت من النوم النهارده في رمضان لقيته 220. كل اللي انا عملته ان انا خدت جرعة تصحيحية توصل سكري لحوالي 180 علشان ما يحصلش انخفاض برضه. انما في حالة الانخفاض ما تكبرش لو قبل اذان المغرب بربع ساعة وفي انخفاض، يعني مثلا السكر واصل ل50 او مثلا 20، لازم تفطر عشان ما تخشش في غيبوبة. وفي حالة ان السكر كان عالي زيادة عن اللزوم يعني مثلا واصل 400 او 500 فيستحسن برضو انك تفطر لان جسمك دلوقتي بيكون في حالة جفاف مش طبيعي. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده خبرة وان انا سمعته من ناس برضو وطبقته والحمد لله نفع معايا. بس انت لازم تسأل دكتورك في اي حاجة سمعتها في الفيديو ده.